أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم في مصر في الوطن العربي الكبير. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم استاد العروبة. قبل ما أتكلم عن البرنامج أنا حابب في البداية ان انا اشكر ضيف الكبير اللي رغم يعني مش عايز اقول الظروف عشان ما يزعلش مني ومرضه الحقيقه يعني بسيط، برد كده بسيط، هو لسه صحته وان شاء الله هينزل معانا في الملعب الرياضي، وهو علم من اعلام مصر. مش هقول عضو مجلس الشعب سابق، مش هقول نائب رئيس نادي الزمالك، مش هقول اصغر نائب رئيس تحرير لجريده الجمهوريه في مصر وفي بالنسبة للمؤسسات القومية، مش هقول ان هو وكيل ايضا لنادي الزمالك فترات كبيرة وعضو مجلس ادارة، اشياء كثيرة جدا، رئيس تحرير الكرة والملاعب، رئيس تحرير لجريدة القناة، عضو بارز في كثير من المؤسسات الاجتماعية والاندية، مش عايز احسده واقول هو عضو في كام نادي، وعضو في النادي الاهلي على فكرة مقابلته متقدمة جدا يمكن في ال200 الاوائل. الناقد الكبير والصحفي والاعلامي واستاذي طبعا الاستاذ محمود معروف هو ضيفي في هذه الحلقة. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا يا استاذ باسل، كل سنه وانت كتير قوي الكلام اللي انت قلته ده ما يستاهلوش يعني. لا ربنا يخليك يا استاذ محمود، يعني احنا مقدرين رغم التعب وحضرتك صممت، لان احنا عرفنا عن حضرتك لما كنا تلاميذ بقى عند حضرتك الالتزام بالمواعيد. ربنا يكرمك، احنا متشكرين جدا. انا جيت عشانك فعلا. امبارح كان عندي برنامج في الفضاء المصرية واعتذرت. اول امبارح كان عندي برنامج في قناة من القنوات الخاصة برضه اعتذرت، لان بقالي 3 ايام قاعد في البيت يعني نزلت النهارده عشان ما اقدرش اقول لك لا، باعتبار ان انت طبعا واحد من التلاميذ اللي بعتز بيهم يعني الصحفي جيد ومتميز جدا. بشكرك جدا جدا وتحت امرك يعني. ربنا يخليك. احنا يعني انا حابب في البدايه كده اخش على طول في موضوع جد كده. ارتباك المشهد السياسي في مصر والحاله الغير سويه في المجال السياسي على وجه الخصوص، هل حضرتك بتوافقني ان هو ليه تأثير سلبي على إلغاء مسابقة الدوري العام لهذا الموسم؟ انت قلت ارتباك المشهد السياسي. الرياضة سياسة، الفن سياسة، التعامل بين البشر سياسة، الحوار بينه وبينك ده سياسة. فالموضوع المشهد بتاع ده فيه ارتباك بكل تأكيد هينعكس على كل حاجة، وخصوصا ان اعضاء مثلا مجلس اتحاد كرة القدم عناصر برضه ما عندهاش الخبرة الكافية كمجلس جديد. طبعا نظام ال8 سنوات طبق على المجالس اللي قبل كده. لائحة العمرو فاروق. لائحة العمرو فاروق فيعني يمكن بعضهم له خبرات زي حسن فريد، وانا طبعا اراه انه اكثر خبرة. راجل كان لاعب في الزمالك، لاعب في الترسانة، وبعدين تدرج بقى رئيس بين الترسانة ورئيس منطقة الجيزة، فموضوع نائب رئيس اتحاد الكورة، فهو الوحيد اللي عنده خبرة. اما رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام او غيره فهم عديمي الخبرة. وبعدين هصطدم بمين؟ بصطدم بالزمالك والاهلي. تمام. وبعدين لا يملك لا جمال علام رئيس الاتحاد ولا اي حد ياخد قرار في يد وزير الدفاع والانتاج الحربي وفي يد وزير الداخليه. يعني حته تامين المباريات، قالوا المباريات تقام في ملاعب القوات المسلحه على سماع اكثر تامين مؤمن. مظبوط. الشرطه العسكريه في سيطره. تمام. فالقوات المسلحه اعتذرت عن عدم استضافه اي مباراه للفرق الدولي. الشرطه قالت انا كفايه الهم اللي انا فيه ولسه متلام امبارح 4 شهداء الله يرحمهم. فبتوع الداخليه انا طبعا يعني لا ألمهم في ان هذا همهم هنا في تأمين المباريات ولا همهم في تأمين البشر في التجمعات. وزي ما انت قلت المشهد السياسي المرتبط في البلد، اخواننا البعض اللي عاملين عم قاطعين الطرق موسخين الحتت اللي قاعدين فيها. يعني لما تشوف انت مدرسة عبد العزيز جيش، الشهيد عبد العزيز جيش اللي هي جنب قصر جنب ربع العدوية، جنب مسجد ربع العدوية، اما يعملوا فيها بتبقى مربط
للعجول والجاموس فيها اللي بيجروها عشان يذبحوها قال والراوت والريحة والمدرسة يحتل المدرسة وعملوا فيها دورات مياه كده بتاع اللي هي حاجات خشب حتة خشب وبتاع ايه الشرطة هتعمل ايه ولا ايه. فأنا النهارده استكمالا للمشهد المرتبك لابد ان ينعكس هذا على الرياضه عامه وعلى كره القدم خاصه. بس اسمع كده، انا عايز اقول لحضرتك ان انا جاي النهارده مش عايز اقول لك في ساعه، ورغم ان الدنيا المفروض تبقى فاضيه ولفيت والكباري وعند وزاره الدفاع وقافلين. انا الحقيقه انا بسال نفسي السؤال ده وعايز افاجئ نفسي بره والاقي اجابه عنه. طب هو لغايه امتى؟ الى متى؟ يعني احنا ما صدقنا البلد تمشي خطوه لقدام نرجع خطوتين لورا. ده كل الناس تفائلت، وحضرتك يمكن من علمتنا تفائلوا بالخير تجدوه، وحضرتك من انصار المدرسه دي. فالحل ايه حضرتك في الموضوع ده؟ هل تتخيل ان احنا ممكن يعني مفيش رياضه مفيش كوره؟